ايه الفرق بين الاستثمار والادخار؟ الاستثمار انك تشتري شيء سعره بيزيد، والشيء ده بيجيب لك ايجار او بيجيب لك عوائد او بيجيب لك ارباح شهرية سنوية، ارباح متتالية، وكمان سعره نفسه بيزيد. انما الادخار انك تشتري ذهب او عملات رقمية. الذهب والعملات الرقمية ما ينفعش نأجرهم، ما بيجيبوش فلوس رنت، انما سعرهم بيزيد. ممكن سعرهم يزيد وسعرهم بيزيد فعلا، والزيادة اللي بتحصل على السعر دي انت مش هتحصلها غير لما تبيع الاصل، اذا كنت هتبيع الذهب او هتبيع العملة الرقمية. انما العقار غير تماما. العقار إذا كان أرض أو إذا كان بيت أو إذا كان فيلا أو إذا كان مصنع أو إذا كانت مدرسة، العقارات دي سعرها بيزيد مع الزمن وسعرها بيزيد مع الوقت، بلس إن أنت بتأجرها وبتستفاد منها. إذا كنت مأجرها فأنت بيجيلك منها ريع، بيجيلك منها أرباح. إذا كنت ساكن فيها فأنت موفر الإيجار اللي أنت كنت ممكن تدفعه لو أنت ساكن في أي مكان. فالاستثمار في العقار جملة صحيحة، جملة متركبة صح، إنما الاستثمار ما بيكونش مع الذهب ولا العملات الرقمية. لو محتاج تختار عقار كويس للاستثمار يعمل لك أرباح بتوصل من 15% ل 20%، سيب رقم تليفونك أو اتصل على الأرقام اللي موجودة على الشاشة. مع السلامة.